لنهنئ الجزائر على الدور المحوري السلام عليكم خوتي وخواتاتي، مرحبا بكم في حلقة جديدة على قناتكم NFM نيوز. المهم اخوتي، في هذه الحلقة هذه جبت لكم فيديو ديال وزير الخارجية الجزائرية الحمامرة مع وزير الخارجية الوهمي للجمهورية الوهمية، قاعدين كيطبلوا لبعضياتهم. المهم الجزائر جابت هذا وزير الوهمي، جابت باش يبدا يطبل لها باللي هي نجحت لها القمة العربية وكذا من هنا، وهي دابا واقفة على الشغل ديال الجمهورية الصحراوية الوهمية، هي مع حق الشعوب في تحقير المصير وكذا من هنا وكذا من هنا. المهم داك الأسطوانة القديمة راه تجرحات، مازالهم مخدمينها. تحدث وزير الخارجية الجزائري رمضان العمامرة الأحد مع نظيره الصحراوي محمد سالم ولد سالك، وفي تصريح له عقب اللقاء أثنى على دور الدبلوماسية الجزائرية وما تحققه من نجاحات، داعيا من جهة أخرى إلى ضرورة تمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير مصيره أمام تملص الاحتلال المغربي من التزاماته ومن القرارات الدولية. لنهنئ الجزائر على الدور المحوري الذي تقوم به على الصعيد الإفريقي العربي والعالمي. نجاح القمة العربية في الجزائر والنجاحات المتواصلة للدبلوماسية الجزائرية تثبت أن بلد 1.5 مليون شهيد ما زال له دور كبير من أجل السلام والاستقرار في ربع المنطقة وفي العالم. القضية الصحراوية تشهد وتعرف انسداد نتيجة لموقف المغرب الذي يحاول التملص من التزاماته التي وقع عليها مع الطرف الصحراوي. نحن نطالب الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تحمل مسؤولياتهم